السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفه جديده من وصفات مطبخ ملك. اليوم ان شاء الله ضمن سلسله تحليات رمضان. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد التحليه اللي ما كتخطانيش في رمضان، تحليه منعشه بالفواكه والفلون، غنيه وكتجي منعشه، كتبرد عليكم الحر ديال الصهد وكذلك العطش ديال رمضان. تحليه اللي منعشه ولذيذه بزاف، جربوها متاكده غادي تعجبكم، وسهله في التحضير، يعني في 5 دقائق كتحضروها. بقاو معايا باش تعرفوا المكونات وطريقه التحضير. فرجة ممتعة. فنبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو لجوج علب من الفلون بنكهه الموز، اولا كديروا اي نكهه الفاكهه اللي كتعجبكم. يستحسن هذا الفلون ديروه بشي نكهه ديال الفواكه باش هكذا كتجي التحليه ديالكم منعشه. غادي نحتاجو كذلك لتر ديال الحليب، غنحتاجو معلقه كبيره ديال الدقيق، وغادي نحتاجو الفواكه اللي كتبقى على حسب المتوفر عندكم. بالنسبه للفلون يمكن لكم تستعملوا هذا اللي تيجي بالسكر، اولا كتستعملوا داك الفلون ديال الدرهم، يعني نفس النتيجه، غير هو ملي كديروا الفلون ديال الدرهم راه كتحتاجوا انكم تضيفوا له السكر على حسب الرغبه. هنا غادي ناخذ تشكيله من الفواكه اللي كانت عندي، انا قضيت باي حاجه لقيتها في الثلاجه راني هزيتها وقطعتها. كذلك عندي الخوخ المعلب، وعندي شويه ديال الفريز، وعندي حبه ديال التفاح، عندي 2 حبات ديال الموز، وعندي 2 حبات ديال الكيوي، والقليل كذلك من الفراوله. يمكن لكم ديروا هاد التحليه باي فروت كانت عندكم، يعني كتقضيو باي حاجه كانت عندكم. الاهم هو انه يكون الفلون بنكهه الفواكه باش كيعطيكم واحد الانتعاش في هاد التحليه. هنا غادي ناخذ الفاكهه اللي عندي اللي غسلتها طبعا، غادي نقطعها لطريفات اللي يكونوا صغار. من الاحسن الفواكه تقطعوهم هكا طريفات صغار باش يجي الشكل ديال التحليه زوين. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنقطع كاع الفروت اللي عندي اولا الفواكه اللي عندي. من بعد غادي ندوز نحضر معكم التحليه. هاد الديسير البنات راه كيوجد في 5 دقائق، ساهل في التحضير، ما كاين ما سهل من هاد التحليه، وكتجي بنينه ومنعشه في هاد الحر اللي كاين، وكذلك في الشهر الكريم. كتنفع هكذا، تفطروا بها اولا كتسحروا بها ولا كتقضيو بها السهرات الرمضانيه. زوينه بزاف هاد التحليه، يعني لذيذه بزاف. هنا من بعد ما قطعت كاع الفواكه اللي عندي غادي ناخذ القوالب اللي غادي نقدم فيهم التحليه. يمكن لكم ديروها في اي قوالب كانت عندكم اولا هكا اللي غامكان، المهم اي حاجه راه كتقضيو بها لانكم في الاخير غادي تقلبوها. وإلا كاع ما بغيتو تقلبوها راه يمكن لكم ديروها في ليفيغين اولا في كويسات، وهكا كتناولوها بالمعلقه. هنا اخواتي كنوزع ديك الفاكهه بشكل يعني عشوائي، وكنحاول اني ننوع، كندير تستيفه من كل شكل. ومن بعد ما ساليت كاع عمرت دوك القوالب اللي عندي غادي ندوز نحضر معكم التحليه. هنا غادي ناخذ واحد الكاسرونه غادي ندير فيها معلقه كبيره ديال الدقيق، كيف كتشوفوا معايا معلقه اللي عامره. غادي نوضع كذلك 2 علب من الفلون. كيف قلت لكم اخواتي هذا الفلون كيجي مع السكر، يمكن لكم تقضيو حتى بداك الفلون ديال الدرهم اللي ما تيكونش فيه السكر، وكديروا السكر على حسب الرغبه ديالكم. هنا غادي نضيف كميه قليله من ديك لتر تاع الحليب باش ندوب فيها داك المكونات. غادي نخلط مزيان داك الدقيق والفلون حتى كنتاكد انه ما بقاوش عندي تكتلات ديال الفلون والدقيق. من بعد غادي نضيف الحليب اللي تبقى ليا في المجموع لتر كامل. هنا اخواتي كنوضع داك الخليط فوق النار على نار مهيله مع التحريك المستمر حتى كتبان لكم هكذا داك الخليط غلا مزيان وتكونات عندنا واحد الرغوه من الفوق. اخواتي النار كتكون مهيله وما توقفوش من التحرك، لان الخليط ديالنا فيه الدقيق. الا جاب الله يعني بقى لكم في القاع ديال الكاسرونه راه غادي يتحرق وغادي يعطيكم مذاق اللي ماشي زوين في التحليه. فضروري في هذه الاثناء انكم تحركوا على نار مهيله، ما توقفوش من التحرك حتى كتفوت ديك 10 دقائق كتحسوا بداك الخليط غلا مزيان وبدا كيتقال شويه القوام ديالو. من بعد غادي تحيدوه من فوق.
بعد غادي نحيدو من فوق النار وغنبدا نصبو فوق من ديك الفاكهه كيف كتشوفوا معايا. هنا بالنسبه للكميه تاع لتر د الحليب عطاتني 8 ديال التحليات اللي من الحجم الكبير. الا جابلا بغيتو ديروا نصف الكميه راه غتقسموا المقادير على جوج، والا درتوهم في قوالب اللي صغر من هادو راه غادي يخرجوا لكم 6 ديال التحليات ولا اكثر. صافي اخواتي غادي نوزع داك الخليط كله فوق من داك الفروت كيف كتشوفوا معايا اولا فوق من ديك الفاكهه. من بعد غادي نخليه شويه في سطح العمل حتى كيبدا يدفى، وغادي ندخلو الثلاجه تقريبا واحد ساعه او ساعتين د المكانه. انا دائما بالنسبه لي في التحليات ومع التصوير كندخلهم للمجمد، ما كياخذوش معايا 5 دقائق حتى ل 10 دقائق تلقاهم بردوا وكنلقى القوام ديال التحليه جمد. في هنا من بعد ما بردت عندي التحليه كيف كتشوفوا معايا غادي نقلبها معكم في طبيصلات باش كتشوفوا الشكل ديالها. راه كتقلب بسهوله، كنحاول اني هكذا بصباعين نحرك في داك الفلون باش كيتقلب عندي بسرعه، وكذلك تيجي الشكل ديالها مقاد. هنا من بعد ما قلبت التحليه ديالي كيف كتشوفوا معايا كتجي زوينه في الشكل ديالها وكذلك المذاق. جربوها راه ساهله في التحضير. يمكن لكم كذلك تقدموها بحال فروت سالاد الا كان عندكم هكا شي عراضه او لا كنتو بغيتو شي تحليه، راه هذه كتقدم تقريبا بحال فروت سالاد، كتجي منعشه وبنينه بزاف. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنقلب كاع التحليات اللي عندي كيف كتشوفوا معايا راه تيبقى الشكل ديالها مقاد، ما كيخسرش الشكل ديالها وكتجي بنينه بزاف. جربوها متاكده غادي تعجبكم. هنا من بعد ما قلبت كاع التحليه اللي عندي كيف كتشوفوا معايا ديك المعلقه اللي درنا ديال الدقيق هي اللي خلات القوام ديال الفلون يجي متماسك، وكتجي واحد التحليه اللي منعشه بديك النكهه ديال الفلون ديال الموز وكذلك الفواكه. كتنفع هكذا الا كان الحال سخون، كتبرد عليكم كذلك في الشهر الكريم يمكن لكم تقدموها في السحور. كان هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه اللي حضرت معكم اليوم. التحليه اللي ساهله في التحضير كيف كتشوفوا معايا، يمكن لكم تحضروها في 5 دقائق وكتجي لذيذه بزاف. القوام ديالها كيجي متماسك كيف كتشوفوا معايا وكتجي غنيه بالفواكه. بالنسبه للاخوات اللي غيسولوني ديك الفاكهه ملي كنوضعوا فوق منها الفلون واش كيفسد المذاق ديالها او لا كيتغير اللون ديالها، فلا ما كيتغيرش اللون ديالها لانكم مباشره كتدخلوها للثلاجه كتجي ديك الفاكهه منعشه، كتحافظ على المذاق ديالها وكتجي بنينه بزاف. جربوها على حسابي متاكده غادي تعجبكم. هنا كالعاده بغيت نوريكم التحليه ديالي عن قرب باش تشوفوا كيف كتجي من الداخل. كنتمنى اقتراح اليوم ينال اعجابكم، وإلا عجبكم كالعاده ما تنساونيش من لايكات، تخليو لي التعاليق ديالكم اللي كنفرح بزاف ملي كنقراهم وكذلك كيشجعوني باش نحط لكم فيديوهات ووصفات جداد. شكرا على حسن المتابعه، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. في امان الله.